استمعنا إذن لنجمي المنتخب المالي بعد هذه المباراة، واستمعنا كذلك لبيسوما قائد المنتخب الذي أضاع ركلة ترجيح في هذه المباراة، لكنه تحدث بالكثير من العواطف عن تقبل الانتقاد، وتحدث بشخصية قائد وكيف كان لهذه المجموعة وتماسك هذه المجموعة دور في هذا التأهل الصعب على حساب تونس. بيسوما ما جاش أولا عشان في البطولة دي، في البطولة صح. أيوه ما جاش. المستويات اللي احنا كنا بنشوفها في الدوري الإنجليزي ما بيقدمش ربعها. الفريق ده يا كابتن محمد مبني على حاجتين مهمين قوي في البطولات المجمعة: الصلابة الدفاعية، فاهم، وارتكاب وانتظار أخطاء المنافسين ويستغلها. ومدرب ممتاز. أيوه طبعا مدرب ممتاز، والحاجات البدنية، فريق بدني من الدرجة الأولى. مش سهل ان انت بعد نص ساعة في قدام تونس تلعب ب10 لعيبة، فاهم، ويجي في الجول في الدقيقة مثلا 88 وخلاص وتروح على طول ردة الفعل بتاعتك السريعة والخطأ بتاع مرياح واستغلال ساعة ونص طبعا، واستغلال ضربة الجزاء. 4 ماتشات يا كابتن محمد جابوا 3 أهداف مالي، منهم ضربتين جزاء، وما كسبوش ولا ماتش. فاهم، هي دي الكورة. صحيح، هي دي البطولات المجمعة. ازاي تعرف امكانياتك وازاي تجهز فرقتك لكذا سيناريو عشان تقدر توصل. النهارده اهو 4 ماتشات بدون مكسب، وصل ربع النهائي، هيلاعب السنغال. فنجاح كبير لهذا المدرب اللي عنده خبرات كبيره، وقدر يسير المباراه زي ما هو عايز. اعتقد يعني نجاح انه عنده ماتش صعب قدام السنغال، انما الماتشات اللي مع بعض الفرق اللي زي دي مع بعض ما تبقاش ما انا بقول لك نجح. 4 ماتشات ما كسبش، جاب 3 اجوال منهم ضربتين جزاء، 4 تعادلات. ايوه، و3 اهداف يا كابتن محمد في البطوله، 0-0 مره و3 1-1. ايوه، فهو ناجح حتى الان، وصل ربع نهائي، وعنده زي ما قلت صلابه دفاعيه وقوه بدنيه، وعنده بعض الامور سينايكو بقى الموجود المهاجم بيستغل الاخطاء بتاع المنافسين، فيعتبر نجاح بالنسبه له. ودي بقى الحاجات اللي احنا بنحبها في البطولات الافريقيه. الافارقه دمهم خفيف يا محمد. صحيح، والله العظيم بيستمتعوا باللعب، بيستمتعوا بالاجواء، الجمهور واللعيبه. لو هذه اجواء خاصه، مش فقط التاهل لربع النهائي، تلعب ساعه ونص تقريبا ب10 لاعبين وتتاهل، شعور ممتاز طبعا. فنجاح كبير لهذه المجموعه زي ما قلت، واعتقد ان هم في كل بطوله بيبقوا يقول لك المالي عندها فرقه قويه، بس هم واضح انهم تعبانين من المباراه. واحد اللي قاعد يرقص كذا بس، الباقي ياخذون نفس. الباقي يا كابتن محمد لعب 120 دقيقه ومن اول نص ساعه بيلعبوا 10. فيحسبوا ليهم الصراحه ان هم عدم استسلام ولياقه بدنيه من اول دقيقه لاخر. مين يا كابتن محمد؟ احنا مع بعض اهو دلوقتي. انا هلاعب تونس، اي منتخب، انا اهو. مين اللي هيخوفني من تونس؟ انت تعمل له حساب منافسين ولا لعيب الصراحه. احنا بنتكلم على كلام جوده. لاعب اللي لما يستلم الكره تشعر بخطر كبير لا مشاهده في البطوله، ولا حتى انت المنافسين اللي يعملوا حساب ما فيش. مصر عندنا صلاح ومرموش وتريزيجيه، المغرب عنده دياز الكعبي، الجزائر عد كثير، الجزائر عد واللي على الدكه السنغال. احنا بنتكلم على فرق عندها جوده عاليه. التلت الهجومي مش بتاع مدرب بس، التلت الهجومي بتاع جوده وموهبه. الادوات هي يا موجوده مش موجوده. المدرب بيخلق مواقف هجوميه في التلت الهجومي، وانت وجودتك وانت وموهبتك. تونس ما عندهاش دي، الجيل الحالي ما عندوش اللي يعمل لك الحسم والفرق في التلت الهجومي. مش موجود، ولا 9 ولا 10، ولا 9 ولا 10. فالمدرب يعمل ايه يا محمد؟ يخلق مواقف طبيعيه، شغل عام، وتيجي بقى انت وحظك. حتى الاطراف ما شفنا واحد يعني سوبر ستار في ال4 مباريات، كان في اجتهادات. حتى في الكرات الثابته النهارده كم كورنر جه لتونس؟ كثير. كم فاول على هنا وهنا؟ كثير. كله لازم واحده. ما هو طوال، العب قصير، العب على 2، العب على حاجه. الحاجات دي ماشي تمشيك، انما ما تحسملكش ماتشات كبيره في ادوار متقدمه من البطوله. فالناس بتضخم الامور. توانسه بيحبوا المنتخب يبقى افضل حاجه، بس هناك جوده، هناك انا عندي الواقع بيقول لي ان الجوده الهجوميه اللي موجوده عندي ما تودينيش لبعيد، بس ما تخرجنيش من دور ال 16 برضه. برافو عليك. بظروف هذه المباراه كان عندك الفرصه ان انت تعدي لربع النهائي. يعني انت منتخب معناها يلعب اكثر من يمكن شوط ثاني كامل، وربع ساعه و20 دقيقه في شوط، ساعه ونص، يلعب منقوص العدد. نجاح تكتيكي، نجاح فني، نجاح بدني،
نجاح على جميع المستويات. دفاعيا المنتخب المالي لم يعطي مساحات، لم نشاهد معناها تفوق للمنتخب التونسي بشكل كبير في بعض الحالات الذي نجحنا فيها، لكن في مجمل مباراة المنتخب المالي هو الذي نجح، وخبرة لاعبيه استطاع في بعض الحالات اللي تكون فيها نوعا ما شك أن يكسب فاولات ويكسب كذا في الخروج بالكرة من أجل فيها قوة المالي وفيها ضعف من الهجوم التونسي. أي أكيد احنا متفقين في هذا، يعني أكيد احنا لما نتكلم على الفترة هذه كاملة من الوقت الذي يأتينا ولم نسجل، هذا دليل انه احنا في شك في المباراه، معنى لم ننجح على جميع المستويات. بالنسبه لي انا شوات حقيقه قدم اضافه كبيره كما قلت، سعد كذلك قدم اضافه كبيره، يعني حنا بعد يمكن 85 وكان جيد حقيقه. تغيير اكيد المدرب، ترجع للمدرب، هل هو تغيير من اجل انه ارهاق او كذا، لكن انا اعتقد انه بس هي كابتن لقطات خروج حنا بعل عند خروجه تشعر انه غاضب، يعني انه لم يكن يريد المغادره، يشعر بانه يستطيع يعني تقديم هو مزيد، افضل لاعب، لان قبل خروجه بنص دقيقه جرى سبرنت وكان يستحق فاول على الخط. لكن لا شو لاحظ هو سهل انا معك انه من المفروض ان يبقى حنا بعد. لا انا اقصد شعوره هو، يعني اللي احنا شاهدناه من لقطات ردة فعل انه لا يريد الخروج. لدي اي اشكال على المستوى الصحي، انا اعتقد التغيير فيه نوعا ما من المؤاخذات وانا استحق ان يكون المباراه، لكن كذلك لا نريد ان نضع المباراه بمعنى ان نحمل يعني بالرمضان يعني المباراه، لانه وضع ركله ترجيح يمكن دخوله لم يكن يعني كما عدنا. بالرمضان هو لاعب جيد لكن لم يكن موفق في مباراه. انا ذكرني مباراه هذه مباراه نيجيريا في 2006، ولو انه احنا كنا افضل يعني اكيد في ركله الترجيح سجلنا الركلتين الاولى وهم ضاعوا ركلتين الاولى بعد خسرنا المباراه. فالاشكال المباراه كلها تريد ان تونس ان تنتصر في المباراه. سجلنا وساسي كابتن اللي كان عليه انتقادات كبيره قبل المباراه، قدم مباراه كبيره من افضل اللاعبين، لكن الساسي سبحان الله معنا في تونس ينتقدوه بشكل كبير اليوم لعب مباراه تقريبا بدون اخطاء بدون اخطاء ويمنع توازن. الكرة القدم لابد ان يعطيك فيه لاعب توازن، لان هو لم يكون موجود مع الصخيري يحرر حنا بعد لم يكن موجود، او يحرر مثلا الغربي او يحرر لاعب ثاني، هو ليس اللاعب على المستوى البدني اكيد انه اقل مثلا من حنا بعد الذي يركض في الملعب كامل. على فكره مرياح اليوم في دخول مرياح كذلك قدم انه اضافه باستثناء يعني بعض الاخطاء يعني العادي، حتى البيلنتي لم يكن بالمعنى انه بيلنتي، ما معنى البيلنتي هي الكرة هي نزلت في كل الأحوال، هو قدم نوعا ما مباراة جيدة من الدخول، لكن ظروف المباراة ككل لم نستغل. قبل أن نتكلم على الترجيح لم نستغل الفترة اللي كنا فيها احنا معنا ب 11-10، وهذا يعطيك لاحظ أنا معنا أنت تتابع في البطولة الأفريقية بشكل يعني حقيقة إمكانياتنا أقل بكثير من انتظارات جماهير يعني جماهير تونسية تطالب بشيء معين، الامكانيات لا اقل من الطموح، اقل بكثير حقيقه. انا خاصه في الشق الهجومي حتى هجوميا ما عندكش لاعبين، ما عندكش صلاح، ما عندكش مرموش، ما عندكش اليوم اوسيمان لوكمان، يعني عديد النجوم اللي قادرين حتى لو كان الفريق يكون مش في احسن حالاته يكسبك في المباراه. وانت شفت مباراه نيجيريا عندك زوج مهاجمين كسبك في المباراه في الاخر. انا هنا الان ننتقل لاستوديو اخر من استديوهات بي ان سبورتس في تغطيتها لكاس افريقيا، لنرحب بمشاري الذي يصحبكم كالمعتاد في المساء الرياضي. مشاري مساء الخير. مساء النور محمد، تحيه لك ولضيوفك الكرام والتحيه الابرز لمشاهدينا الاعزاء. في حلقه اليوم في المساء الرياضي حديث عن خروج منتخب تونس بهذا السيناريو القاسي وبقيه مواجهات اليوم والغد من دور ثمن النهائي، واكثر من ناحيه التفاصيل في حلقه اليوم في المساء الرياضي. محمد، انتظر هذه الحلقة بعد قليل للحديث عن خروج تونس وأيضا عن السودان في يوم لم يكن إيجابيا للمنتخبين العربيين تونس وكذلك السودان. دعونا نستمع لجزء من المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب المنتخب التونسي سيد سامي طرابلسي. استمعنا لتصريحات الكابتن سامي، ما الذي يمكن أن نخرج به من كل هذه التصريحات؟ طبعا حصر كبير، أنا الظاهر على المدرب أنه متأثر، مسؤولية كبيرة، حمل كبير، لكن لما تكون مدرب منتخب تونس أو المنتخبات العربية يعني بصفة عامة الأفريقية فضغط كبير. أعتقد أنه صارت أخطاء، يعني لم نكن موفقين في اختيارات. المنتخب التونسي كما تكلمنا زاد عودنا تحدثنا، أعتقد أنه ليس لدينا المستوى خاصة من الشق الهجومي أن ننافس مع المنتخبات
يعني اللي اكثر حضورا واكثر نجوما واكثر امكانيات في الوقت الحاضر، وهذه حقيقه لازم الواحد يكون واضح فيها. اعتقد انه سيتغير المدرب. احنا في 6 اشهر سنلعب كاس العالم، تلعب كاس العالم ضد المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني، يعني بهجوم نوعيه لاعبين من هذا، مع كامل احتراماتي لهم، هم يبذلوا اكثر جهودهم، هم يحاولوا، لكن ما تنجمش تطلب منهم اكثر من هذا. ليس لدينا الفنيات والموهبه والقوه البدنيه واللاعبين اللي قادرين ان يصنعوا الفارق في مباريات. نحب الاستوديو كابتن موجوده في استوديو بي ان، مسكين يا دوب قادر يمشي. يا حسن اكيد اكيد اكيد. الكره اللي تعرف، الكره بالاساس تعتمد على النتائج. صحيح. يعني تحصل على النتائج، تستمر في اهداف توضع من الاول، تفاهم بين اي مدرب، يعني سامي، حاتم، يوسف، اي مدرب، فتوضع. اذا حققت الاهداف فانت تستمر، اذا لم تحقق الاهداف فتلقائي ستنسحب، خاصة بعد الضغط الكبير. وأتمنى كذلك من مدير المنتخب زياد جزيري، وهذه رسالة لي، أن يحاول أن يضم، خاطر فينا مواليد معناها برا، معناها جنسية تونسية، فأتمنى أن تنضمهم قبل كأس العالم كي يكون لنا جودة أعلى على مستوى الهجوم. بقى نشكر محلي بي ان سبورتس ونجوم الكرة العربية السابقين وابطال افريقيا الثلاثة الذين حضروا في هذا الاستوديو، كابتن حاطب، كابتن محمد، كابتن كريم، شكرا لكم جميعا. شكرا لكم مشاهدينا، تقبلوا تحيات كل الزملاء في بي ان سبورتس. انا محمد نلتقي دائما باذن الله تعالى في امان الله.